السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم أنا جبت لكم وصفة جديدة، نوحت لكم شوية في القناة. جبت لكم شوربة إيطالية اللي هي شوربة الثوم، وصفة 100% إيطالية وراح تنجح معكم. جبتها لكم بكامل أسرارها كما راكم تشوفوا. لهنا المقادير: عندي فصوصة تاع ثوم، عندي حبيبة بطاطا، البصلة والمعدنوس والزعترة والتوابل، الحرور والملح والكريمة الطازجة. هنايا الثوم استعملت 25 فص تاع ثوم. الوصفه الاصليه فيها 30 فص. انا في الدار شويه عندهم مشكل مع الثوم هكاك وعلقوا لي عليها باسكو تجي منكهه بالثوم، ومادام هي شوربه الثوم باينه بلي راح البنه ثوم والريحه تاع الثوم. لا علينا، كيما راكم تشوفوا اسكرفشت الثوم، قطعت البصله، قطعت البطاطا، قطعت المعدنوس، ولا هنا جيت للفرن وجدت مقله درت فيها الزيت ودرت هذيك الكميه تاع الثوم. بعد ما سكرفشتو بديت نحمص فيها شويه، مره على مره نقلبها حتى تديلي اللون الذهبي. وهنا بجيه درت طنجره درت فيها زيت وزبده كما راكم تشوفوا. كما نعرفوا الزبده تعطينا داك اللون مليح في الطيابه تاعنا في القليان تاعنا. هنا مره على مره راني نرجع لهذيك المقله نشوف هذاك الثوم باش ما ينحرقليش. بعد ما دالي اللون الذهبي نطفي عليها ونحطها بجيه تبرد. هنايا رجعت للطنجره درت فيها البصله، زدت عليها البطاطا، نقلبهم شويه يعني يتقلاو قيس 3 دقائق حتى 4 دقائق، قيس ما شويه هذاك البصله تدخلها الطياب. ومن بعد نحولها من النار الناقصه نحولها للجهه تاع النار المجهده. بديت نتبل فيها، درت الملح، درت الحرور، درت هذيك الكميه تقريبا كامله تاع المعدنوس، خليت شويه بجيه وزدت عليها الكميه تاع الثوم بعد ما حمصته. كما راكم تشوفوا لهنا ماني زايده حتى قطره تاع ماء، اني قلبتهم شويه شويه وراني زايده للنار باش الطياب يدخل لي في هذيك الخضر. وزدت العود تاع الزعتره وبجيه راني دايره الماء يغلي، درت لتر تاع ماء تغلي باش نزيد فيها 2 مكعبات تاع الدجاج. لهنا ما قليتش بالماء وحده، قليت بمرق الدجاج. كما راكم تلاحظوا ما استعملت ني دجاج اني حمني والو، قليت بمرق الدجاج، وهذا هو السر ثاني في شوربه الثوم. ومن بعد زدت عليها علبه تاع كريمه طازجه يعني لا كريم فريش، غلقت عليها وخليتها تكمل الطياب 25 دقيقه. بعد ما طابت لي اني جيت نحيت هذوك الاعواد تاع الزعتره وبديت نسكرفش فيها عفوا بديت نميكسي فيها بالبغا ميكسر. شوفوا ما شاء الله القوام يجي الله الله. شوفوا ما تجيكم مايها ما تجيكم ثقيله، وانتم عينكم ميزانكم تتحكموا في الكميه. هنايا عطيت لكم الوصفه بمقادير مضبوطه، ما تزيدي حتى قطره تاع ما راح تجيكم زعما خاطره ولا ثقيله معكم ولا. نتمنى منكم تجربوا هذه الوصفه. وهنا في صحن التقديم درت لها رشه تاع معدنوس من الفوق، واني وريتها لكم بعد ما حطيتها في الطبسي بلي القوام شوفوا الله يبارك. نتمنى منكم تجربوا الوصفه هذه. ما تنسونيش بالجيم وبالاشتراك في القناه، ونقول لكم نخليكم على خير. سلام.